السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بوريك الافران اللي بيتباع بمبالغ رهيبة، بصوا عامل ازاي. عملنا كمية بسم الله ما شاء الله. لو هنجيبها من بره هندفع مبلغ وقدره. عملناه بقى لتحضير المدارس، للفطار، للغدا، للعشاء، براحتك مع كوباية شاي بلبن كده. ايه، عيشي حياتك معايا. بصوا عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله. مكونات بسيطة خالص وموجودة في البيت، وكمان بيتباع بره بأسعار رهيبة في الأفران، وهو من لا شيء أصلا. يلا ندخل على الفيديو ونشوف مكوناتنا عملناها ازاي. أول حاجة هنعملها هنجيب الدقيق. تمام كده، معايا هنا كيلو دقيق، المقادير اقول لكم عليها. كيلو دقيق، معايا هنا نص كوبايه لبن، هحط عليها معلقتين سكر كبار، وهفضي عليها كيس خميره، وهقلبها. خلاص كده قلبتها، هركنها بقى على جنب. وهنحط بقى على الدقيق معلقه صغيره بيكنج باودر، ورشه ملح. عندي هنا معلقتين صلصة، هنزل عليهم بنص كوباية اللبن التانية، عشان يبقى كده كوباية لبن معانا. وممكن تستغني عن اللبن وتخليها مية عادي، او زبادي لو حابة تخلي طعم احسن، يعني ممكن لبن ولبن بودرة. قلبه كده عشان خاطر الصلصة تبقى هنزل بقى بالصلصة. ومعايا هنا تلتين كوباية زيت، فوق النص بشوية. ومعايا بقى هنزل بالخميرة بتاعتي، بسم الله الرحمن الرحيم. وهعجن بقى دي كويس. بصوا بعد ما عجنته لقيته لسه عايز ميه تاني، طبعا حطيت له كوبايه ميه برضو لقيته لسه، هستعين تاني بشويه ميه تاني، حوالي كده ربع كوبايه تاني. وهعجن واشوف العجينه معايا هتبقى عامله ازاي. اهو بعد بقى ما عجنتها هسيبها ايه تخمر. وبعد ما تخمر هي العجينه النهائيه هي زي ما انتم شايفين كده، بتبقى بالسمك كده او العجن بتاعها كده، العجينه بتاعتها. هسيبها بقى تخمر حوالي نص ساعه، ورجعنا بعد النص ساعه نشوف هنعمل ايه تاني. وادي العجينه بعد ما خمرت، بسم الله ما شاء الله. هبتدي بقى ايه اخد قطعه كده منها، هقطعها كده وهبتدي افردها. طبعا انا معلش يا جماعه للاسف الستاند احمد ابني كسره، فمش هينفع ان انا ايه اصور وانا بعمل، فهوريكم الخطوات كده اهو. فردتها بالنشابه عادي. معايا بقى القطاعه اللي هي البصامه دي، هستعملها ايه قطاعه، بسم الله. اي قطاعه عندك هتقطعي بيها الشكل اللي انت عايزاه. قطعناها بقى، ابتدي ايه اشيل العجينه بتاعتنا كده. وطبعا هنرجع ايه نشكلها تاني من اول وجديد. ناخد بقى كل العجينه دي. الرينج لايت معلش فصل مني.
هاخد بقى العجينه ارصها لورا كده عشان نقطع بقى ايه او نفرد العجينه بتاعتنا. الحشو بقى عندنا هنا جبنه، اي جبنه بتحبيها بتفضليها. ابتدي بقى ايه افرد العجينه بتاعتنا كده ايه على شكل دايره على قد ما نقدر، ولازم تبقى على شكل دايره مش على قد ما نقدر يعني. هنجيب بقى قطعه جبنه انزلي يا حاج يا حاج، ماشي. انا مش راضيه تنزل، مش عارفه احط اكتر من كده. هبتدي بقى ايه اقفل العجينه بتاعتنا اهو، نقفلها على شكل قطايف اللي احنا عارفينه. نرصها بقى في الصينيه، نعمل واحده كمان. طبعا عايزه لو حابه تقطعيها اصغر من كده برضو ايه براحتك. بسم الله. طبعا نحاول على قد ما نقدر ما نجيبش الجبنه على الاطراف عشان العجينه تقفل معانا كده. بعد ما خمر معايا لتاني مره هجيب بقى ايه شويه لبن كده، شويه لبن ما حط عليهم شويه زيت، يعني انا مش حابه بصراحه طعم البيض. وهرش كده ايه الوش بتاعه، هدهن وشه كده بالزيت واللبن. هرش بقى حبه البركه، ندخله بقى الفرن على درجة حرارة عالية ويحمر وشه، ونشوفه بقى مع بعض لما يستوي ان شاء الله. اللي عايز يرش عليه سمسم يرش، اللي حابب حبة البركة برضو ايه براحته. ندخله بقى الفرن ونشوفه بعد ما يستوي ان شاء الله. ادي بقى البوريك بتاعنا بعد ما طلع من الفرن، بصوا شكله عامل ازاي. طبعا انا سبته يهدى شويه وكنت مغطيه فوطه علشان ما ينشفش. وبصوا بسم الله ما شاء الله طري وعامل ازاي، بسم الله ما شاء الله عليه. يلا جهزوه بقى للمدارس، طريقه سهله ومكونات بسيطه خالص، وبيتباع بره بمبالغ رهيبه. ويا رب يكون بقى عجبكم الفيديو. لو عجبكم متنسوش اللايك والاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.